أول رد لدنيا بطمة على محمد الترك بعدما انتشر مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، حيث ظهر محمد الترك وهو يوجه نداءً عاطفياً لزوجته السابقة الفنانة دنيا بطمة، طالباً منها العودة والتسامح من أجل مصلحة بناتهما. الفيديو سرعان ما أصبح محور حديث الجمهور، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لطلب محمد الترك ومعارض له. في الفيديو عبر محمد الترك عن رغبته في إعادة العلاقة بينهما، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو توفير حياة مستقرة لبناتهما، بعيداً عن الخلافات التي قد تؤثر عليهن نفسياً واجتماعياً. وأضاف أن الصلح بينهما قد يكون الحل الأمثل لضمان مستقبل أفضل للأسرة، خاصة في ظل الضغوط التي قد تواجهها البنات بسبب انفصال والديهما. فالعديد من المتابعين تعاطفوا مع محمد الترك، حيث رأوا أن طلبه نابع من حبه لبناته ورغبته في إصلاح ما يمكن إصلاحه. بعض التعليقات جاءت مؤيدة لفكرة العودة، حيث كتب أحد المتابعين: دنيا بطمة، ارجعي إلى طليقك محمد الترك من أجل بناتك، عيشوا مع بعض وخلوا البنات تعيش في جو أسري مستقر. الصلح أحسن، خاصة إذا كان الهدف مصلحة الأطفال. من جهة أخرى، كانت هناك آراء معارضة لفكرة العودة، حيث ذكر البعض دنيا بطمة بالمشاكل التي مرت بها خلال علاقتها بمحمد الترك، محذرين إياها من العودة إلى نفس الأجواء. كتب أحد المتابعين: لا تعودي إليه، هل نسيت المشاكل التي مررت بها معه؟ إذا عدت فلن تعيشي معه حياة سعيدة. وأشار آخر إلى أن محمد الترك قد يكون طامعاً في الشهرة أو المال، قائلاً: إنه يريد سوى الشهرة والمصلحة، ابتعدي عنه.